الجامعة ناقشات مع بعض اللاعبين في المنتخب الوطني، قالت لهم شنو بان لكم في الإقالة ديال والد الركراكي. بعض اللاعبين رفضوا رفض كلي أن والد الركراكي يمشي قبل من كأس العالم. وحاجة أخرى عرضت عليهم الجامعة إما المدرب السكيتيوي أو لا عموته، ولكن رفضوا رفض قاطع السكيتيوي أنه يشدهم السكيتيوي، حتى عارفين بأن السكيتيوي إلا مشى حتى شد المنتخب غادي يعيط على اللي يستاهل، واللي ما يستاهلش راه ما غاديش يقرقب معاه. حتى من المدرب ديال كرة القدم ولا كيجلس في الكرسي ما كيبقاش باغي ينوض. ايش هاد العبات هذا؟ السيد جا دار جوج اخفاقات كبار، كاس افريقيا في الكوت ديفوار 2023، وكان قال لنا بانني غنلعب كاس العالم ومن بعد غادي نمشي اما دومي فينال ولا الفينال ديال كاس افريقيا. الا ما دارتش هاد الجوج هادو ما غاديش نكمل. ورغم ذلك كمل وعفط علينا حنا كاملين ومشى لكاس افريقيا اللي تنظم في البلاد ديالنا وما داهاش. وكان خاصو في داك النهار في المؤتمر الصحفي ديال داك النهار ديال الفينال يقدم الاستقاله ديالو وما دارهاش، ودابا كيتقاتل باش يمشي كاس العالم في شهر 6. كنشوفوا مدربين كبار بحال ديشون 2018 دا كاس العالم مع فرنسا، و2022 مشى حتى للفينال ديال كاس العالم، و2026 قال لهم يا ديت الكاس يا ما ديتوش، يا مشيت الفينال يا ما مشيتش، غادي نمشي في حالاتي. ودابا كيوجدوا في زيدان ولا كيوجدوا في شي مدرب اخر مورا كاس العالم مورا شهر 6. وحنا عندنا حميده مشى دار المرتبه الرابعه كاس العالم 2022، دابا 2026 ومازال باني مستقبله حقدات واحد الانجاز. وهو وكاع المغاربه عارفين وكاع المحللين عارفين وكاع الصحافه عارفه بان مجهودات اللاعبين هي اللي وصلت الفرقه لذاك البلاصه. السيد كبير كبير صافي ولا المنصب ديالو. اللي كتقول لي المغرب كيقول لك وليد الركراكي مدرب، اللي كتقول لي المغرب كيقول لك وليد الركراكي. كلشي ولا يعرف وليد الركراكي راه مدرب ديال المنتخب الوطني. صافي السيد مابقاش باغي ينوض، مابقاش باغي يحيد لهم الكرسي. وليد الركراكي واحد الشخص اناني كيقلب على يكبر السي في ديالو باش يمشي يدرب في لولا. ولا مشى حتى مشى معنا كاس العالم 2026 عقلوا عليه مزيان. والله تا غادي نجيو بكري هذا العام هذا، غادي نجيو بكري من الاولين هذا العام هذا، عقلوا مزيان. وبالنسبه لبعض اللاعبين اللي كيقولوا ان ولد الركراكي ما خاصوش يمشي وضامنين الرسميه ديالهم مع المنتخب الوطني، اغلبيه ديال اللاعبين واحد 80% ولا 85% ديال اللاعبين اللي شاركوا في كاس افريقيا طلعوا عليهم مع الفريق ديالهم، اغلبيتهم ما كيلعبوش.